ابن مالك ابن النضر ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولما ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح سيدنا إسماعيل نسبته ومنتماه، فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية، فكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. نسب تحسب العلا بحلاه قلدتا نجوم الجوزاء، حبذا عقد سدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء. وأكرم بي من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية، أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه. حفظ الإله كرامة لسيدنا محمد، آباء الأمجاد صونا لاسمه، تركوا السفاح فلم يصبهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه. سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية، وبدا بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أراد الله تبارك وتعالى إبراز حقيقته المحمدية صلى الله عليه وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه صلى الله عليه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية صلى الله عليه، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنوار ذاتية، وصبا كل صف لهبوا بنسيم صبا. وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسيا، وأينعت الثمار وأدنى الشجر الجاري جناه عليه. ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية. الله وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور كأس حمية صلى الله عليه. وبشرت الجن بإضلال زمن، وانتهكت الكهانة وريبة الرهبانية صلى الله عليه. وليس بخبره كل حبر خبير، وفي حلا حسنه صلى الله عليه. وأوتيت أمه في المنام فقيل لها
إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، فسميه إذا وضعتي محمدا لأنه ستحمد عقباه. عطر اللهم روضه الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك